المنتجع السياحي تغزوت باي شمال أكادير، وجهة سياحية على طول شريط ساحلي يقارب 5 كيلومترات، يجمع بين المناطق الخضراء وملاعب الجولف ومواقع ركوب الأمواج وعدد من الفنادق المصنفة التي تستقطب السياح عبر العالم. زرت مدنا مختلفة بالمغرب، وهذه المرة الأولى التي أصل فيها إلى هنا بأكادير. الطقس رائع جدا، نعيش في المملكة المتحدة وصراحة الأجواء هنا أفضل بكثير. نستمتع بالشاطئ وبالمسابح ونقضي أوقاتا ممتعة منذ وصولنا. هي المرة الثانية لي في هذا المنتجع. أحببت الأجواء منذ الوهلة الأولى. هذا هو المكان الذي أحب أن أعود إليه كلما أتيحت الفرصة في المستقبل. السياح من المملكة المتحدة ومن باقي الدول الأوروبية يشكلون حسب المهنيين نسبة تفوق 60% ممن اختاروا وجهة تغزوت وأكادير السنة الماضية، والمؤشرات تؤكد أن هذه النسبة قابلة للارتفاع في الأشهر القادمة مع اقتراب فصل الصيف. يسعدنا استقبال السائحين من جميع أنحاء العالم. قبل أسبوعين مع عطلة الأعياد استقبلنا سياحا من ألمانيا وفرنسا، وكان لدينا الإنجليز أيضا. إنه أمر رائع للغاية رؤية العائلات من المملكة المتحدة. نستعد أيضا للعطل الصيفية القادمة مع الكثير من الحجوزات الإنجليزية للاستمتاع في تغزوت بالشمس وركوب الأمواج وبالشاطئ. 9 مؤسسات فندقية سياحية عالمية وطاقة استيعابية تصل إلى 1300 غرفة وبمؤهلات سياحية أخرى متعددة، يشكل منتجع تغزوت أداة جذب سياحية مهمة لوجهة أكادير سوس ماسا.